السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله مش نوريكم أكلة تقليدية من الجنوب التونسي من قبلي. أكلة نعملوها خاصة في العراس، اللي هي المرفوسة. نستحق في الأكلة هذه الخصاص، اللي هذا نسموه خصاص وإلا رقاق هذايا. في العادة من إن شاء الله نوريكم بإذن الله كيفية التحضير متاعها. أما تو مش نركزوا على كيفاش تتعمل الأكلة هذه. الحصيل أول شيء مش نوريكم المكونات. مش نستحقوا الخساس هذايا أو الخبز العربي هذايا. شوية سكر حبيبات وشوي زيت زيتون. هذا هو مكان هذا اللي نستحقه. ان شاء الله. باذن الله مش نقسموا الخبز هذايا الى قطع صغيره. قطع صغيره باش نوريكم الطريقه التقليديه بالضبط. في حين تقدروا والله تنجموا معناها تقسموا الخبز هذايا الى قطع صغيره بالمقص نتاع الطبخ. اما اني باش نوريكم الطريقه بحذافيرها تقليديه. نعملوا هيك بسم الله، نقطعوه كما هيك. في العراس هذايا نعملوه مجموعة تطيب الخبز، ومجموعة أخرى تدوب من الخبز وتخرج من الطاجين. المجموعة الأخرى تقوم هيك بتقطيع الخبز هذايا إلى قطع صغيرة هيك. نتلموا ما شاء الله في الأعراس ونعملوا عليهم جو ونغنوا ونحصلوا نعملوا امبيونس في الأعراس. كي نبدأ نعمل في الأكلة هذه، أكلة محبوبة جدا بالرغم البساطة متاعها، إما هي محبوبة جدا. وساعات فما شكون يعمل مع المرفوسة هذه، نسموها المرفوسة، نعملوا معاها خبز مطبق. إن شاء الله بإذن الله نوريكم الطريقة بالضبط كيفاش تتعمل المطبقة هذه. أكلة جد روعة، يعني بالنسبة لي أكلة مفضلة. إما المطبقة ليست للقلوب الضعيفة. هي أكلة حارة جدا، ومعروفين التوانسة بيستعملوا الحار، يستعملوا الهروس الهريسة. مثالش أخواننا في المشرق وإلا أخوانا الجزائرية ولا المغاربة، وإلا عندي صحابي من السودان زادة نتشرف بيهم. عندي صحابي من تشاد. مثالش نعطوهم من وقت لوقت أكلات باردة كما هذه. وتنجموا زادة تعوضوا السكر هذايا بالعسل مثلا. اما اني حبيت تعمدت ان نعطيكم الاكله تقليديه كيما نعملوا فيها قبل، معناها بالضبط ما غير اي اضافات. لا معناها عسل حتى شيء، حتى التقطيع نبي عربي على يد الصلاة وازكى التسليم. تقطيع كما هيك فرزار كما بصفة عشوائية. ننصح زاد الأخوات اللي عندهم الصغار يعملوها معناها كيفاش يا ربي، يعملوها نجموا لمجة للصغار، وإلا الصباح وإلا في العشية ولا في أي وقت. هي وجبة معناها الأكلة هذه محبوبة عند الصغار، خاصة الصغار يحبوا الحاجة المسكرة برشا اللي فيها السكر. تولي الأكلة هذه صحية خير، معناها المرأة تعملها في الدار خير من شو اسمه القط والحاجات هذه اللي فيها البرودوي شيميك، المواد الكيميائية. تولي هذه أكلات. وتنجموا مثلا فكرة توجتني هيك في مخي عالطاير، ما عملتهاش، اما تنجموا تقدروا تعملوها. تنجموا نقصدوا بها بالتونسي تستطيع أن تفعلها. تنجموا
تعملوا فيها أبار السكر، تعملوا فيها شوية فاكهة، شوية معناها لوز، شوية فستق، شوية. إن هذه الأكلة التقليدية الشعبية تتعمل هيك، كان طريف زيت زيتون وطريف سكر، من غير أي مضيفات أخرى. أكلة خفيفة ظريفة. تنجموا زادة كي تعملوا خبز وإلا حاجة يبقالكم الخصاص أو الرقاق، هذا نعاود نذكركم على احنا نسموه الرقاق ولا الخصاص. الخبز هذا تقدروا تعملوه، وإلا حتى خبز عربي مثلا، أي نوع خبز آخر تنجموا تعملوا نفس الفكرة معناها. وهنا أعطيتكم فكرة، نجموا تضيفوا لها شوية فاكهة، سواء مهروشة، ماهيش هي بودر، أما مهروشة معناها تشدوا طريف لوز، طريف فستق، طريف مندريش معناها، المهم اللي عندكم، وتعملوا هذه وتبسسوه بشوية زيت وتزيدوا كان حبيتوا معناها. شفتوا ما شاء الله، ها شوفوا تبارك الله ما شاء الله. نجموا زادت الصغار تلهوهم، او مش نهار كلهم مدين وجوههم في التلفزة يتفرجوا كذا، تنجموا هذه أنشطة من نشاط من الأنشطة. أنا منهم يعاونوك ويعاونوك، وبطبيعة الحال بعد ما يغسلوا يدوهم بالكدا بالكدا يعلموهم برشا أنشطة، يعلمهم برشا حاجات. لما ترسيتي فين معناها الذي الحركة الدقيقة معناها، نحكي لكم تو أكاديميا الجانب المختص فيه أكاديميا. هذا يفيد الصغار، هم علم الأطفال وهم يلعبون، هم معناها في نفس الوقت يلعبوا وانتم تنموا لهم في الحركة الدقيقة متاع صباعهم. شنو آخر يا ربي، تتعلموهم الأشكال مثلا الكبيرة، أشكال مثلا هيك صغيرة. شنو آخر، تعلموهم الألوان، هذا مثلا لون أبيض، لون كيفاش يا ربي، لون شنو آخر فيهم ألوان هذا لون بني، لون. في نفس الوقت ممكن تلعبوا معاهم غير ما يحسوا اللي انتم تعلموا فيهم، غير ما يحسوا اللي انتم تعطوا فيهم أنشطة أكاديمية. والله العظيم ما تصوروش كيفاش فرحة بالأكلة هذه نوريكم فيها، علاش ذكرتني يا حسرة. هي في التسعينات الأخرى، وفي 2000 الحصيلو من 97 98 ل 2000 2011 2010 2012 حصيلو. نجتمعوا كل مع الأقارب الكل، نجتمعوا ونصلي على النبي ما شاء الله. اللي عنده نكتة، اللي عنده حكاية، اللي عندها أغنية، نصلي على النبي الكل، نحضروهم الكل ليلتها، نولي أمبيونس، نولوا ما شاء الله، وسهران الصباح تبارك الله، الكل احتفالا بك العريس أو العروس هذيك اللي معناها العرسها ليلتها، العرس متاعها. عم صلي يعني النبي، 3 خبزات عملتهم نحكي معاكم ما حسيتش بهم ما شاء الله. الشقالة متاعنا هذه الصحفة الكبيرة نسموها شقالة. أنا نعطي فيكم في الكلمات متاعنا، وانتم ماذا بيا تعطوني زادة في التعليق متاعكم شنو تسموهم. مثلا احنا هذه الصحفة الكبيرة هذه باللوح نسموها شقالة، هذه شقالة هكا باهي. أي وبين قوسين عندي حبيبتي عراقية سألتني على بعض الكلمات. كلمة مثلا اش تقصدوا بها لاباس، لاباس معناها احنا نقولوا مثلا بالمصري يقولك كويس ان شاء الله تكون بخير، والا باهي طيب معناها. نقصدوا باهي يعني طيب. انتهينا من المرحلة الأولى نمشي في المرحلة الثانية. باهي
كملنا. بعد ما كملنا هذوما، ونحاولوا ديما القطع نعملوهم بالمعقول، معناها القطع ما نعملوهمش كبار برشا بزاف كثير، وما نعملوهمش صغار، نعملوا متوسطين هكا. كما تشوفوا هكا ما شاء الله، صلي عم بيش قالتنا اوب حبت. وكيما تو الكميه اللي عملتها باش نوريكم هيك، تو في العراس ما شاء الله نعملوا برشا خبز، هذا خصاص رقاق نعملوا برشا ونقطعوه ما يزي، معناها مصلي عن بيه المجتمعين ساعتها فك الفرح هذاك في العرس هذاك. باهي اخواني، بعد ما كملنا هذه ان شاء الله تو بصراحة انتم اخوتي، مش باش نخبي عليكم، مش باش ندس عليكم، في بالي باش نعمل ليغون هذوما كما تشوفوا فيهم، باش نخلط بيهم. اما اني مانيش باش نستعملهم ليغون، نبيع عربي باش نوريكم معناها من جسكا زيت طريقة تقليدية جدا. باهي معناها باش نستعمل يديا بسم الله مغسولين طبعا ضاف، باش نحطوا الزيت متاعنا كما تشوفوا هكا، صلي عم بيه زيت زيتون ما شاء الله. وش نحطوا السكر حسب المذاق، معناها الواحد يحكر ويشوف. بسم الله هكا نبداو هكا نضغطوا عليها جيدا كما تشوفوا هكا. وحنا نضيفها صغيره بحذايا بنتي صلي على النبي رجاء هلا هاي تاكل في الخصاص تموت عليه يصلي على النبي، تاكل ما شاء الله فيه. هاو كما تشوفوا في ساعة ما يتشرب، معناها ما تلقوش حتى مشكلة في ساعة. الخبز هذايا ان شاء الله في لا اله الا الله رسول الله اللي قلت لكم عليه الخصاص هذايا او الرقاق او الخبز العربي هذايا، ان شاء الله باذن الله في مناسبات اخرى